وقبل ما نبتدي يا أصحابي، عايزاكم بسرعة تروحوا تعملوا اشتراك في القناة، في قناة حواديت أنتي لومي، وكمان تعملوا لايك للفيديو قبل أي حاجة. ويلا النهاردة نشوف الحدوتة بتاعتنا بعنوان ايه. الحدوتة النهاردة يا أصحابي بعنوان حجور والكوخ المكسور. كان يا مكان، كان في زمان عيلة عايشة في العصر الحجري. عصر يا أصحابي كان كل اللي فيه معمول من الحجارة، البيت من الحجارة، والأدوات اللي بيستخدموها من الحجارة، وكانوا الأكل بتاعهم لازم يصطادوه بنفسهم، وكمان كان كل حاجة بيبنوها برضو لازم يبنوها بنفسهم. يعني شغل كتير جدا يا أصحابي. لكن حجور ما كانش ليه في الموضوع ده بقى كتير خالص، يعني ما كانش بيحب يشتغل كتير يا أصحابي، كان بيحب يبقى كده قاعد ما بيعملش أي حاجة. حتى لما باباه كان بيقوله يروح معاه علشان يعملوا الأكل على النار، ما هم يا أصحابي ما كانش عندهم بوتاجاز، كانوا بيشعلوا النار في الغابة ويجيبوا خشب ويحطوه عشان تتشعلل أكتر وأكتر، ويطبخوا الأكل بتاعهم عليه اللي هم بيصطادوه بنفسهم يا أصحابي. برضو ما كانش بيرضى يعمل مع باباه كده. يعني باختصار يا أصحابي، حجور كان دايما كسلان ومش عاوز يقوم من مكانه. طيب كان بيقضي وقته ازاي يا أصحابي؟ كان كل وقته بيلعب مع صاحبه حجر، طول الوقت هما الاتنين مع بعض، حجر وحجور بيجروا بين الجبال والصخور، بيلعبوا وبيتنططوا، لكن وقت الشغل بيكونوا تعبانين. يا رجلي مش قادرة اتحرك، يا ظهري مش قادرة اقوم، وماشيين بالاسلوب ده يا اصحابي على طول، لحد ما كل الناس خلاص عرفت انهم كسلانين ولعبيين ما بيعملوش حاجة غير كده. الوحيد اللي كان دايما معاهم ومصاحبهم هو الديناصور صاحبهم كركور. كركور كان بيحبهم قوي يا اصحابي. صحيح هو ديناصور، لكن كان شطور، وكان على طول بيساعد كل الناس اللي محتاجة مساعدة، ما كانش شرير أبدا. يعني لو مثلا حد كان قطع شجرة كبيرة، كان كركور يجي بسرعة يشيلها له ويوديها له لحد المكان اللي هو ساكن فيه. بعكس حجر وحجور، كان كركور دايما نشيط، وفي نفس الوقت كان برضو بيلاقي وقت كتير عشان يروح ويلعب مع أصحابه حجر وحجور. وكذا مرة يقول لهم: هو انتوا ليه ما بتحبوش تشتغلوا؟ طب ما انا بشتغل وبعمل كل حاجة، ومع ذلك عندي وقت برضو ان انا ألعب. كانوا بيجاوبوا عليه ويقولوا ان مفيش احسن من الكسل، وان هما كل وقتهم بيستمتعوا بيه، ما بيعملوش اي شغل ولا اي حاجة. طب ويتعبوا ليه؟ طب ما في ناس تانية بتتعب وهم بياخدوا كل حاجة عالجاهز. في الوقت ده يا أصحابي، عيلة حجور كانت قاعدة في الكهف بتاعهم، مولعين نار دافية وجميلة، وكانوا بيعملوا عليها أكل لذيذ وريحته حلوة قوي قوي قوي. لكن الأب كان زعلان ومتضايق من مين؟ من حجور، عشان طول الوقت مش موجود ولا بيساعده في أي حاجة خالص. وكان ساعتها بيشكي لمامة حجور ازاي حجور كسلان ومش بيعمل اي حاجة. ومامته ولو انها كانت برضو متضايقة شوية من حجور، لكن كانت بتحاول تدافع عنه وتقول للبابا انه لسه صغير. لكن هو يا اصحابي ما كانش صغير، كان كبير وكان يقدر يخدم نفسه ويساعد الناس اللي حواليه، بس هو ما كانش بيعمل كده. بابا حجور قال لمامته: اسمعي بقى، لما يجي الولد ده انا مش هخليه ياكل من الاكل اللي انا اصطادته النهارده، لازم يتعلم انه يصطاد لوحده ويعمل كل حاجه تخليه على قيد الحياه وتساعده. افرضي انا ما اصطادتش النهارده وما عملتش حاجه، هو هيعمل ايه؟ مش هياكل ولا ياكلنا؟ لا لا لا، انا ما يعجبنيش الموضوع ده نهائي. أنا لازم أعلمه درس، ولازم أعلمه إزاي يخدم نفسه ويساعد كل اللي حواليه. وبابا يا أصحابي كان زعلان جدا ومنفعل. في الوقت ده يا أصحابي
كان حجور وحجر عمالين يلعبوا ويكهكهوا ويضحكوا، والديناصور صاحبهم كركور سابهم لأنه كان عنده شغل. كان عنده شجر كتير قوي يشيله من مكانه ويحطه في مكان تاني عشان يساعد كل الناس اللي عايشين معاه في نفس المكان. وحجر كان بيقول للحجور كفاية بقى لعب يا حجور، يلا بينا نرجع البيت، أنا جوعت جدا، هنلاقيهم دلوقتي عاملين أكل لذيذ في البيت، يلا بينا نرجع بسرعة عشان ناكل وننام ونلحق نلعب بكرة تاني. وحجور طبعا اقتنع بكلام صاحبه ورجعوا البيت بسرعة. وحجور دخل على البيت بتاعهم، لقى بابا ومامته قاعدين، وحجور شم ريحة الأكل وكان مبسوط قوي قوي إن في ريحة جميلة بالشكل ده، وهو كان جعان فعلا، وراح بسرعة هوب يهجم على الأكل. بابا قال له عندك انت بتعمل ايه؟ حجور قال له انا هاكل يا بابا، انا جعان جدا، ريحة الأكل تجنن، اكيد ماما اللي طبخت الأكل ده واكيد انت اللي اصطدته، شكرا جدا على الحاجات الحلوة دي. وهو كان فاكر ان بابا زي كل مرة هيضحك ويبتدوا ياكلوا ويلعبوا. بابا كان مكشر جدا يا اصحابي. هنا بقى حجور ابتدى يحس ان في مشكلة. فجأة بابا انفجر جدا فيه وقال له قد ايه ان هو شخص كسول ومهمل ومش بيساعد كل اللي حواليه، والشخص اللي عاوز يعيش في وسط الناس زي ما هم بيخدموه ويساعدوه لازم هو كمان يخدمهم ويساعدهم. حجور ما كانش فاهم اللي بيتقال لانه عمره ما كان بيساعد حد ولا كان بيعمل حاجة لحد، لكن المرة دي بابا كان جد جدا وكان مصمم على اللي كان بيقول عليه، وقال له اتفضل يلا ادخل جوه الكوخ، ابدا مش عايزك تعمل اي حاجة ولا تاكل، يلا بسرعة. حجور استغرب، ايه اللي بيحصل ده؟ يا نهار ابيض، هو مش هياكل ومش هيقعد يضحك ويتبسط معاهم؟ لا مش هيعمل كده لان بابا كان متضايق. وابتدى كركور يتحرك عشان يدخل جوه الكوخ، لكن اللي حصل يا أصحابي كان غريب جدا. أول ما كركور ابتدى يتحرك عشان يدخل جوه الكوخ ابتدى يتكسر وينهار ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. لكن الأب اكتشف بسرعة ايه اللي بيحصل، اكتشف ان في حجارة كبيرة من الجبل وقعت على الكوخ بتاعهم وكسرته، ودلوقتي بقى مش عندهم بيت. يا نهار ابيض، هيعملوا ايه ويروحوا فين ويروحوا منين وييجوا منين؟ طيب دلوقتي الام قالت احنا لازم نبتدي نبني البيت بسرعة. الاب قال انا لوحدي مش هقدر اعمل كل ده، لكن حجور كان سامع الحوار اللي بيدور وقال يا نهار ابيض، هو انا للدرجة دي بابا شايفني مش ممكن يبقى ليا فايدة؟ لا لا لا، انا لازم من دلوقتي اثبت له ان انا كنت بلعب لكن انا ممكن في وقت الزنقة اسد ويبقى ليا فايدة كبيرة كمان. وراح لبابا وقال له اسمع يا بابا، انا هساعدك في البناء بتاع الكوخ بتاعنا مرة تانية، انا هروح انا وصاحبي حجر وكمان الديناصور صاحبي كركور ونجيب احجار من الجبل ونجيبها عشان نعيد بناء البيت بتاعنا مرة تانية. اوعى تفتكر ان الكوخ المكسور ده مش هيتصلح، لا يا بابا هيتصلح، وانا اسف لو كنت خليتك تاخد عني الفكرة دي ان انا مهمل وان انا مش بساعد. من دلوقتي هعمل كل اللي انت عاوزه وهساعدك في كل حاجة، حتى الصيد، حتى وانتي كمان يا ماما هساعدك كمان في ان احنا نطبخ الاكل بتاعنا. انا لازم يكون ليا قيمة في المجتمع اللي انا عايش فيه من دلوقتي وما بقاش خلاص كسول. وفعلا يا اصحابي راح بسرعة حجور وجمع اصحابه حجر وكمان الديناصور كركور وجم بسرعة علشان يعملوا الكوخ ويبنوه تاني بعد ما جابوا الحجر من الجبل، وبقى كوخ جميل مرة تانية. ومن هنا ورايح
حجور وحجر اتعلموا إنهم لازم يشتغلوا ويساعدوا اللي حواليهم زي اللي حواليهم ما بيتعبوا عشانهم، واستوعبوا الدرس خلاص يا أصحابي، وما بقوش أبدا كسولين. بالعكس عرفوا ينظموا وقتهم ولقوا إن الوقت ينفع ويكفي إن يكون منه شوية للعب وشوية كمان للعمل، وبقوا من دلوقتي ورايح محبوبين جدا في وسط كل الناس اللي حواليهم. ودودة خلصت الحدوتة. أتمنى يا أصحابي إن هي تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا ترجعوا مرات تانية كتير عشان تسمعوا حواديت حلوة ومفيدة في قناة حواديت أنتي لومي، وأشوفكم المرة الجاية وحدوتة جديدة. باي باي يا أصحابي، باي باي.